يمكن للإنسان أن يموت وللأمم أن تنهار، ولكن الفكرة تعيش لتبقى، تعيش بين أيامنا وتحيا بين أفكارنا وتتجلى في عيون أجيالنا. لا يوجد ما يوقف العقل من التفكير والإبداع، فالفكرة لا توقفها إلا الفكرة، حينها فقط تكون المعركة متكافئة والفائز بها ينال شرف الخلود. جاهزة؟ وأخيراً رحمة رياض النجمة العراقية، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك يا رب. وينعاد عليك إن شاء الله بالصحة والعافية. علينا جميعا وعلى جميع مشاهديكم. أهلا وسهلا بك في الكويت. شكرا. شوفي رحمة، أقول لهم كم مرة عدت؟ لا هذا السر. أوكي. إذا من أول شيء بنبتدي في فضايح راح تحصلين على 0 من 100، وما في فنانة سوتها، بس رحمة دائما مميزة ومختلفة. مميز. شكرا. فأنت اليوم رحمة رياض الليلة في برنامج ذا كويز وتحت الاختبار، ومجردة من وهج النجومية، النجاح، الشهرة، التألق، ونبي نعرف شنو السر وراء هذا النجاح والإبداع والتألق والشخصية القوية. جاهزة؟ جاهزة. اي كيو كويز. شوفي رحمة تضحكين ها؟ اي كيو 0. الاي كيو 0 اي كيو نبتة توها طالعة. لا انا احس انت تخافين من العين وخايفة من عيني بعد. لا بالعكس، بس أنا عموما كسلانة، يعني حتى كنت بأيام المدرسة حيل كسلانة. كم تتوقعين نسبتك؟ ما أعرف، ما أحب التوقعات. ما تتوقعين أي شيء في حياتك؟ 5 عيفتها أسئلة. هيك على الله. اوكي، يعني ما عندك خطة، راح نتكلم أكثر. بس عندنا 5 أسئلة وكل سؤال عليه 5 درجات ولازم تجاوبين قبل انتهاء ال60 ثانية. السؤال الأول: كله ثقوب ورغم ذلك يحتفظ بالماء. وابتدى العد وابتدت 60 ثانية. شنو هذا؟ شيء نفس اللغز، كله ثقوب كله فتحات، ومع هذا يحتفظ بالماء. اسفنج. باقي 50 ثانية. غلط؟ انت ابيش تعطيني شنو الإجابة. هذا كله ثقوب يحتفظ بالماء؟ انت قلتي الاسفنج. اي. لازم تكونين واثقة ومتأكدة من إجابتك. اي الاسفنج. نوقف على اسفنج ولا تفكرين بعد باقي؟ لا ما افكر. 35 ثانية. أنا ما افكر بكل شيء، دائما كلمة واحدة وها هي. الإجابة؟ حتى لو كانت غلط. اي. الإجابة؟ شنو هي؟ اسفنج. صح. 5. شوفي حصلتي على أول 5 درجات، برافو عليك. شفتي عندك الاي كيو. اي. بس انت مو مقتنعة ان عندك الاي كيو، اكيد كان في احد يحبطك وانت صغيرة. لا بالعكس، بالعكس أنا ما أحب الدراسة. هذا ما له علاقة بالدراسة. لا هو يمكن ثقافة عامة، أنا شاطرة أقرأ أسمع. أحب بدل ما أقرأ أحب واحد يقعد وياي مثقف ويقول لي أمور أتثقف منها أكثر مما أقرأ. منو من اللي تعرفينهم لسانه كله ثقوب وما يحتفظ بأي سر حق رحمة؟ أوف، هواية. هواية يعني وايد. إي وايد ناس كذي بحياتك؟ طبعا. وانت تقولين أسرارك؟ إي. وهذا كل ثقة. إي. هذا ذكاء؟ مو قصة ذكاء، ثقة. أنا أنطي ثقة للعالم، يعني أنا عامل العالم نفس ما تعاملني. أنا مو إنسانة بيرفكت، يعني أكيد أنا عندي عيوب، بس أنا عاملهم نفس ما أنا أتمنى يعاملوني، فأنا أوثق بيهم لدرجة العمى، فأحكي أسراري، لأنه أنا أعتبر اللي أحكي هم نفس الشيء هم يسووه، وهم يسووه، بس يمكن يروحون يكبرون منه ويسوون نفسهم إنهم ناس ما يغلطون هاي الأغلاط، بس أنا أغلط. اليوم راح تقولي لنا وايد أسرار وتثقين فينا بحلقتنا؟ أكيد، حسب السر، حسب السؤال والسر. عندك سر ما حد يعرفه بحياتك إلا أنتي؟ لا. مفضوحة؟ كلش. كل أسرارك حتى ويا أهلي، أنا كل شيء أحكي لهم، يعني أنا ما أضم شيء، جدا واضحة. نروح السؤال الثاني. ما هو أقوى وأقسى أنواع الأحجار الكريمة؟ وابتدى العد وابتدت 60 ثانية. ما أعرف هاي السوالف. معقولة؟ والله. أقوى وأقسى أنواع الأحجار الكريمة. أقساها يعني يجرح؟ إيه، قاسي يعتبر أقواها. باقي 40 ثانية. الألماس ما أدري. والله أنت شكلك كل شيء تعرفينه وتسوين روحك إنك ما تعرفينه.
تقعد اول كم ثانيه تقول ها وما اعرف. اي الالماس يجرح. الالماس يجرح؟ اي. انت لابسه الماس اليوم ها؟ انت الماسه يا رحمه. سمك يا رب. يعني نثبت على الالماس. ثبت. ما هو اقوى واقسى انواع الاحجار الكريمه؟ نوقف التايم. اجابه رحمه كانت الالماس. شوفي الدرجه. يلا. تعرفين الدرجه من كم؟ يلا اي. من كم الدرجه؟ ما ادري 5 طلعت. من 5. حلو. صح. برافو عليك. الالماس. شنو تعريف القوه بالنسبه لك رحمه؟ شلون يعني؟ القوه بالنسبه لك، في ناس يشوفون القوه صراخ، في ناس يشوفون القوه شر. أنا كنت قبل صراخ أصرخ وأعصب، هسه السكوت. السؤال الثالث. السؤال الثالث يا رحمة، ما هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها جيش؟ وابتدى العد. ليس لديها جيش؟ ايه أنا كل اللي أعرفه إن عندهم جيش. طبعا، بس هذه دولة وحيدة أوروبية أوروبا؟ ما فيها جيش، معروفة جدا. 50 ثانية. دنمارك؟ غلط. غلط؟ معروفة جدا وغالية جدا وجميلة جدا. سويسرا. قاعد تجاوب. شنو الإجابة؟ سويسرا. متأكدة؟ متأكدة. زايرة سويسرا؟ لا. درجة على ما فيها جيش. بس قلت لي غالية جدا وهيك، يعني منو غير سويسرا؟ يعني ساعدتك أنا. إي. يعني ال5 درجات حقي أنا المفروض، مو حقك. ما يخالف. نثبت. ما هي الدولة الوحيدة في العالم التي ليس لديها جيش؟ إجابة رحمة صح. سويسرا. برافو عليك. هل بس حتى تقبلين؟ تعرف. أعرف أنا. أعرف زين. السؤال الرابع. السؤال الرابع سؤال ذكاء. أنا بالنسبة لي صعب جدا. بشوف أنت راح تقدرين تجاوبين ولا لا. هل يجوز للرجل أن يتزوج شقيقة أرملته؟ ابتدى العد وابتدت 60 ثانية. شقيقة أرملته؟ هو يقدر يعني يتزوج أخت مرته اللي توفت، صح؟ أنا أعرفها هيك بالعراقي. إيه، قولي. شقيقة أرملته. يقدر. يعني شنو أرملة؟ أرملته؟ لحظة أنت ضيعتني. أرملة يعني زوجها متوفي، صح؟ الأرملة هي. فمعناتها يجوز ولا ما يجوز؟ هل يجوز للرجل أن يتزوج شقيقة أرملته؟ ضعت أنا في السؤال. 25 ثانية. يطشر هذا السؤال، عوفة ما أريد أجاوب عليه أصلاً. تبين صفر يعني؟ قولي يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. نثبت يعني على لا يجوز؟ اي لا يجوز، حسب ما افتهمت لا يجوز. نشوف يجوز تاخذ ال5 درجات رحمة اليوم ولا لا يجوز؟ نوقف التايم على إجابة رحمة ونشوف كم حصلتي. من 5. 0. يجوز؟ أنا ضيعتني أنت. هو لا يجوز ولا لا يجوز؟ هو شنو غلط أصلاً السؤال؟ فيلم. هو ميت أصلاً. هو ميت؟ خلينا نتكلم عن الزواج وايد أفضل. يلا. أنا أصلاً مو فاهم السؤال بصراحة، يعني إيش رايك؟ أنا هم ما افتهمته. أنت فهمتيه ولا ما فهمتيه؟ وأنا قلت لك حسب ما افتهمته قاعدة أتفلسف يعني. الزواج خطوة قريبة بالنسبة لرحمة ولا بعيدة جداً؟ يعني ما أعرف. في أحد بحياتك؟ شوف راح أقول لك شغلة. بكل شيء لفه يدوري. لا ما راح. ترى هذه بالتويستد كويز مو الحين. لا ما راح الف ودور، كل شيء بالقسمة والنصيب. أنت تخطط لشيء، بس إذا الله ما كتب لك إياه عمره ما راح يصير لك. صحيح؟ أخطط ممكن لزواج، وأخطط إني يكون عندي رجل بحياتي وعندي عائلة. أنا كلش أحب الأطفال. وأتمنى يعني كأي بنت. بس هذا كله معتمد على القسمة والنصيب. إيه؟ وعلى الإنسان اللي راح يكون بحياتك، هل يقدر يستطيع أنه يكون محارب؟ لأنه أنا إنسانة فنانة وعندي انشغالي، فلازم رجل يكون وياي شوي يكون عنده صبر، وأنا حقدر صبره هذا يعني. أنا عندي صبر رحمة. لا تغشمون. زين أقول لك، في أحد بحياتك ولا لا؟ خلي يعرفون معجبينك، يمكن أحد معجب فيك يا رحمة يبي يطق الباب. لا يعني لحظة. لحظة أقول لك على شغلة، أنا جاوبتك بالرأي. أنا بس تجاوبين الحين في قلت لك كويز أكو. بالعدالة، قلتي أكو. ما زال أكو؟ ما زال أكو. ومتى يصير الزواج؟
قلت لك يعتمد على القسمة والنصيب، يعني ان شاء الله اذا الله كتب ليش لا. ان شاء الله. هو من وين؟ شنو هالسؤال الاسئله هاي؟ خو بقول لك اسمه بعد احسن. اسمه وين ساكن؟ لا طبعا. برج، اذا برجه. لا ما راح اقول، يعني اذا قلت برج يبين في فرحه بعيونك رحمه لما تتكلمين عنه. ها؟ ما ادري، ما حسيت يعني ما شفتها للحين بنفسي. انا قاعد اشوفها. للحين هالمواضيع تحرج الفتاه العربيه او الشاب العربي؟ شكرا على هالسؤال الحلو. لانه انا بالنسبه لي ما يحرج، بالنسبه للمشاهد ممكن يحرج، لانه احنا دائما نخفي هذه الامور، نستحي نطلع مشاعرنا. ما انت قاعد تخفين. لا ما استحي، انا قلت لك تحبينه؟ اللي حتى استمر وياه من السؤال ما تجاوب. تقول احنا لان انا ما استحي اقول اذا تحبينه ولا لا. تدري ليش؟ راح اقول لك على شغله، انا جزء من هذا المجتمع اللي انا دا احكي عنه. ايه؟ انا جزء من عنده، انا ما اقدر اتصرف ايه؟ بشيء خارج عن عاداتي وتقاليدي، لانه انتقدت لما سويت هذا الموضوع، لما اني تمردت وسويت اللي اني احبه. بس بحكم يعني انه عمري وصلت لمرحله اني صرت افهم واعرف غلط من الصح، فاعرف ايش وقت اجاوب على هيك سؤال وايش وقت لا. اوكي، جاوبي على السؤال الخامس. جاوبتك انه اني مرتبطه، خلص بعد شو تريد؟ اوكي، ما اريد شيء، اريد تجاوبين الحين. وادعي لي انه هذا المحبس يصير هنا. هو منا هذا المحبس؟ لا. انت تتحرشين رحمه، انت تتحرشين فيني وتخليني استفز بالاسئله. لا يعني كل بنيه تتمنى ترتبط. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. ومنو تبين تغني بعرسك؟ راح اجيب رابح. رابح صقر. احب. ويغني لك خميس ومالي خلق ازعل. نروح للسؤال الخامس. ما هو الشيء الوحيد الذي إذا وضعناه في الثلاجة ما يبرد؟ ابتدت 60 ثانية. قلبك؟ لا. عقلك؟ لا. أعصابك؟ ليش تضيعني؟ ما ضيعك، باقي 50 ثانية. شنو الشيء اللي نحطه بالثلاجة ما يبرد؟ ما يبرد، يتم دائما حار. هاي شنو؟ هاي شنو؟ البيض؟ لا يبرد، مجلسين البيضة بس من داخلها مو باردة. اي، في شيء من داخلها، في شيء من داخل مو بارد. يعني البيض؟ لا طبعا. باقي 30 ثانية. جاوبي يا رحمة، جاوبي، لا تروح منك الدرجات واخر شيء تاخذين درجة ضعيفة. شيء حار. شيء يبقى حار بالثلاجة شنو هو؟ إيه؟ هو يبقى حار في كل مكان. لا تعرفين؟ والله ما اعرف. شيء ينوكل، يلا قاعد اساعدك ترى رحمة. ينوكل؟ هو اكيد يعني بالثلاجة اكيد ينوكل. مو شرط، يمكن ينشرب، انا قاعد اقول لك ينوكل. 7 6 ما اعرف. 5 4 3 سوري، زيرو. 2 راضية بالزيرو. 0. الفلفل. اي صح. الفلفل الحار، ما تاكلين فلفل؟ خلص لا ما اكل، مو من محبين الحار كلش. السبايسي وكذي ما تحبينه. درجة 0. مو مشكلة عادي. 0 بهذه الفقرة. ايش قد عبرنا 20 احنا هسه قبل شوية 5 5 5 عادي. تقريبا اي، خلينا نزيد الخمسات بعين العدو ان شاء الله رحمة. يلا. شنو الألم اللي موجود في قلب رحمة رياض وللحين الايام مو قادرة ان هي تبرده او تعالجه؟ آلام. احنا نبي ألم من هذه الآلام، أقوى ألم. أقوى ألم يعني بصراحة، يعني أني تمنيت يعني إنه أحيانا من أشوف بنات يعني عندهم علاقة بأبوهم هيك قوية، تتمنى إنه أنا أبويا يبقى عايش وياي. يعني بهذا العمر أحس الأب بحياة البنية مختلف جدا عن الأم. متى توفى الوالد؟ صغيرة كان عمري 11 سنة. فلما تشوفين مثلا بنات علاقتهم قوية، الله يخلي لهم آبائهم يا رب، بس إيه يعني البنية حيل متعلقة بأبوها أعتقد أني يعني، فكنت أتمنى يكون موجود وياي، يعني كنت أتمنى أعيش وياه فترة أكثر، ما شبعت منه بصراحة. زين وشلون علاقتك بالوالدة؟ الحمد لله، يعني أمي الله يخلي لي إياها يا رب، قول آمين. آمين. يخلي لك أهلك يا آمين. رب. يعني أمي يعني شو أقول لك، ما أعرف شلون أشرح لك الحب يعني. نروح حق أنا على فكرة الناس اللي أحبهم، سوري صالح، ما أعرف أترجم لهم محبتي. جدا فاشلة فوق ما أنت تتخيل. أي شخص أحبه بحياتي فاشلة بتعبيري حبي له. ممكن أجيب له هدايا، ممكن
بس اعبر هيك تعابير حب ما اعرف، اعجز يعني خلاص. زين، والناس اللي ما يشعرون مثلا يعني انت شنو ممكن شلون اصيغ لك تزعل السؤال؟ الناس، اكو ناس تزعل انه اني ما، انت ما تحبينه، انت مثلا ما بينتي لنا هاي المشاعر. تقعد لازم تشرح انه اني ما اعرف اعبر، اني ما. عشان كذي انت تبينين مشاعرك بالغناء. اي جدا. وتبدعين بالاغاني الحزينه اللي فيها مواويل واغاني طربيه. صح. اوكي، نروح حق التالنت كويز يلا. من بعد البريك. التالنت كويز. رحمة، ما زلنا احنا في بداية المشوار من خلال ذا كويز، وعندنا الحين 5 أسئلة وكل سؤال عليه 5 درجات. جاهزة؟ جاهزة. السؤال الأول. من هو ملحن أغنية سيرة الحب لأم كلثوم؟ وابتدى التايم. الله يخليك. سهل جدا وأنا متأكد إنك راح تجاوبين. لا تدري ليش؟ لأن أني أنسى الأسامي. راح تتذكرين. انطيني 3 احتمالات، والله أنسى الأسامي جد. ما نطيش 3 مو احتمالات. قصة، فعلا أنسى. هذا التالنت مالك، هذه موهبتك، مجالك. شلون ما تعرفين ملحن أغنية سيرة الحب من أشهر الملحنين ويعني بليغ حمدي؟ والله العظيم انها تقص علي. تقعد تلف وتدور ونطيني اختيارات وتعطي الاجابه من اول مره. يلا خلاص بليغ حمدي. متاكده؟ ترى ممكن اكون قاعد اضيع. يلا حط متأكدة. حط. اي. متاكده؟ لحلك باحلامك. أكيد أتمنى الله يرحمه 5. يعني. الاجابه صحيحه. أي. فعلا بليغ حمدي. ليش دائما يدعون الفنانين الشباب بان ام كلثوم هي مثلهم الاعلى في الغنى، واحنا ما نشوف هذا يطبق على ارض الواقع؟ صح. انت منهم ها؟ صحيح. لا أنا ما عمري قلت أم كلثوم مثلي الأعلى. منو مثلك الاعلى؟ الله يرحمها هيفاء ذكرى. وهبي؟ شوف ذكرى. قلت لك هيفاء وهبي؟ سوري، هيفاء وهبي. إيه؟ ممكن تكون مثل أعلى بالذكاء. اليسا؟ إليسا مثلك الاعلى؟ ذوقيا نعم. ذوقيا من اي ناحيه؟ ذوقيا باختيارها للأغاني. بس انت تعتبرين مثلك الاعلى ذكرى؟ ذكرى الله يرحمها. الله يرحمها. فانت تغنين على طريقه ستايل ذكرى مثلا، مثلك الاعلى في شنو؟ لا مو اغني على ستايلها وهاي، يعني اني يعني ذكرى بالنسبه لي يعني هي حببتني بالفن، هي خلتني احبه، هي ما ادري يعني عندي شعور اتجاهها مختلف عن كل الفنانات وما عمره تغير. اي، ما تحسين ان احنا نعيش رحمه نفاق اعلامي صار لنا 30 سنه نعيشه، في انه بس نستضيف مثلا فنانه او فنان انا متاثره بفلان وام كلثوم. انا غير متاثره بذكرى وكنت اتمنى والي الشرف اني اتاثر بذكرى. انا متاثره ممكن بشيرين نعم. زين، ليش تتاثرين؟ ليش ما أحبها. تاثرين؟ مو بيدي، احب اغانيها، احب ذوقها بالاغاني، ومو غلط انك تتاثر بنجم، تتاثر بمعنى انك انت تطمح انه انت بيوم من الايام توصل لهاي النجوميه، تطمح بيوم من الايام تختار هيك اغاني، مو شرط اقلدها يعني. انت متى تتوقعين انك راح تصيرين تاثرين؟ ومنو قال لك اني ما اثرت؟ انا ما اقصد على الجمهور. مو جمهور، على منو اثرتي؟ هواي فنانات يقلدونك؟ شيطانه. نروح السؤال الثاني. يلا. زين، السؤال الثاني تقرينه ولا ما تقدرين تشوفين؟ ما اقدر. اول مطرب إيه؟ مصري إيه؟ ظهر كممثل في السينما العربيه. اول ابتدى مطرب التايم. عبد الحليم. ابتدى التايم. اول مطرب مصري ظهر كممثل في السينما العربيه يا رحمه. يعني هو بالبدايات مطرب كان يس. وبعدين مثل. يس. عبد الحليم. باقي 40 ثانيه. هو في قبل عبد الحليم. يلا، منو كان في قبل عبد الحليم؟ اللي قلت لك والله الاسامي انساها. زين، هو ملحن معروف بعد. فريد الأطرش، بس هو مو مصري، فريد الأطرش سوري. اكزاكتلي. حلو التفكير هذا بصوت عالي. باقي 30 ثانيه. شنو قلت لي هو شنو؟ مطرب مصري ظهر كممثل وملحن هو؟
ملحن ولحن للعديد من الفنانين. قديم ولا جديد؟ قديم. ما من هو اول مطرب مصري ظهر في السينما العربيه، يعني قديم قديم. ما اعرف انا هوايه قديم. انا اسامي انساها فعلا. لا انت تعرفينه. باقي 10. ما اعرف. قول لي احتمالات، ما يصير هيك، انا شفتك بالحلقات. ما اعطي احتمالات. اسمه مكون من اسمين. شنو هاي اسمه مكون من اسمين؟ 0. اشكرك. الله يسلمك. منو؟ محمد عبد الوهاب. إيه؟ شفتي شلون؟ مثل محمد عبد الوهاب؟ طبعا هو اول ها احنا على الهوا؟ إيه؟ صح نسيتي. احنا على الهوا، بس احنا انت متعوده على الهوا ريالتي يا رحمه، مو شيء جديد عليك. والله اني ما انت كنتي موجوده في صدق ولا ستار مره أكاديمي. شايفت له فيلم؟ خلاص بعد ما تطلعي من ذا كويز اروح اسوي سيرش ايه اكيد. دخل اليوتيوب وشوفي كل افلامه واعطيه فرصته. فينك تشوفين فيلم من افلامه. اكيد انا اعرف اغانيه هوايه، بس ما اعرف انه هو مثل. شنو اغانيه؟ لا 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 مو هذا السؤال. انت مع او ضد ان المطرب يمثل؟ يعني اتمنى انه نفس قبل، نفس افلام اسود وابيض كان المغني كان يمثل زائد يضيف كلاسيك يعني. كلاسيك ويضيف صوته بالفيلم او المسلسل او اللي هو. حاليا لا، ما يستعملون صوتك بالتمثيل، فما اعتقد يعني، مع انه انا قاعده امثل. وقاعده امثل انه انا بعيده عن الفن كليا، يعني اصلا مش مغنيه. مثلتي ولا الحين قاعد تمثلين؟ قاعده اصور بعدني. لان انت اصلا يعني تعتبرين نفسك اكثر، لا انت اكيد تعتبرين نفسك مغنيه اكثر من اكيد ممثلة. مغنيه، لكن تجربتي هسه اثناء تصويري لهالمسلسل حببتني هواي بالتمثيل. لانه اني 2.5 او تقريبا 3 سنين اني قاعده اتمرن ويا مدرسين تمثيل. ف يعني لازم احنا اللي تعلمته بالتمثيل انه لازم احنا اذا نمثل لازم نستعمل اشياء هواي من واقعنا. اوكي، السؤال الثالث. قومي بغناء اي اغنيه خليجيه من اختيارك على مقام. على اي مقام تتوقعين؟ يا دي هالسؤال شو اسمه؟ انا للحين ما قلت لك المقام. يلا نقول. ها انا اقول ولا انت تقولين؟ انت قول. الصبا. يعني هي اكو غيرها؟ 60 ثانيه ابتدت. يلا طول 60 ثانيه. الاماكن كلها مشتاقه لك، والعيون اللي انرسم فيها خيالك، والنين اللي سرى بروحي وجالك. ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاقة لك. كل شيء حولي يذكرني بشيء، حتى صوتي وضحكتي. 10 ثواني. خلصت دايم هاي الأغنية شوية تضايقني. ليش؟ ما أدري. زين نشوف الدرجة. يسلم هالصوت. 5. يسلم هالصوت. 5 طبعا. صوت عجيب يا رحمة. منو اللي تقولي لا؟ ترى استديوكم كلش بارد. غريبة عاد الأسئلة، توقعت ان هي ترفع عندك هرمون الادرينالين. لا عادية لحد الآن. مو عجبتك عاد؟ ابى اشوف انا في التويستد كويز كذي. ترى انا للحين قاعد اكون معك. اوكي. لا انا لا استفز. ما يصير، صعب استفز رحمة. الحين سوي برنامج ويبيني هني استفزيني. ممكن تقدمين؟ لا. السؤال الرابع. من هو الموسيقي العالمي صاحب السيمفونيات ال9؟ ابتدى العد. إن ما عرفته مصيبة. بيتهوفن. 60 ثانية. هو انتم مو حافظين غير بيتهوفن؟ ما في موسيقي في العالم في واحد غير ثاني. بيتهوفن؟ لحظة، في واحد ثاني شو اسمه؟ شكسبير. شو اسمه الثاني؟ لا انت خليك على بيتهوفن. لحظة الثاني. بيتهوفن لحظة واصري عليه بعد. دقيقة. اكو واحد شكسبير. ويليام شكسبير. باقي 40 ثانية. هو ويليام انت مضيعني. اكو واحد. نزار قباني. لا موزارت. ترى موزارت مصيبة أو لما تقولين شيء. شكسبير.
حق احد يدرس مسرح خصوصا. اي صح شكسبير مسرح ستوري. موزارت او شيء رسالته ممكن تكون عنه بعد. انا اسفه. الله يسلمك، سامحوني. سامحتك. ردي حق اجابتك الاولى. شنو؟ انت قلت لك بيتهوفن، يلا بيتهوفن. انت ليش بسرعه انت كذي سريعه الناس تغير رايك؟ بسرعه تاثرين؟ قلت لك بعد اكو واحد موزارت بس ما ادري اذا سوي 9. بيتهوفن ولا موزارت؟ بيتهوفن. نثبت على بيتهوفن قبل انتهاء الوقت. يلا كم درجة؟ يلا اشري انت قولي 5 4 5. مو برافو عليك وايد، مانيش جاوبتي والله. جاوبتك من اول مرة وقلت لي ليش انتم كلكم على بالكم بيتهوفن؟ هو منو غيره طلع ايش يسوي؟ يمكن يعني يعني ممكن. بس انا ما حافظة اسمه. دارسة موسيقى؟ درست فترة وتركت. وين درستي؟ بالبحرين. تعزفين آلات موسيقية؟ تعلمت عود وتركته. الحين نسيتي خلاص؟ تقرين نوتة؟ نو. كنت. لكن أي شيء بالممارسة ما تسويه يروح منك. ليش تعتقدين أن الشارع العربي ما يهتم بالموسيقى؟ حالياً؟ نعم ما يهتم بالموسيقى. ليش؟ حالياً يريد بس يرقص. بس يرقص؟ إي. على أغاني؟ على أغاني. حتى يمكن ما يعرف كلمات شنو. ولا يهتم بصوت المطرب؟ لا، احيانا نشوف حتى صاروا الاغاني الكلماتها مؤثره، صاروا يحطون بها ايقاعات حتى العالم ترقص. السؤال الخامس. بخلال دقيقة غني أي أغنية للفنانة هيفاء وهبي بأسلوب وطريقة الفنانة أصالة. ما أعرف أقلد. تعرفين؟ والله ما أعرف. لا بس ترى أكاديمي لما والله بس هيك لسه بس على بالش ناسين، ترى التايم كاهو شغال. يلا بسرعة. أغنية للفنانة هيفاء وهبي بأسلوب أصالة. يعني ما أعرف. إذا غني أغنية حق هيفاء وهبي بأسلوب طربي. يلا قبل انتهاء الوقت. لا هذه طريقة هيفاء وهبي. ما أعرف يعني أنا ما حافظة غير ليك الواوا. غني ليك الواوا. ليك الواوا بوس. يلا خلينا نغني معاك الحين. والله ما حافظتها كلش. خلي الواوا يصح لما يشوف. الواوا شد وصار صار الواوا بح بقربك خليني اما ينسيني انا من دونك امناني بح. دمرت الاغنيه طبعا انا لانه هي اغنيه تخبل. يغنيها عيال ما دام اغنيه تخبل. اغنيه ثانيه حق هيفاء وهبي ما خدتش بالي، ما حافظتها. وما خدتش بالي. خشوا في الدرجه بصراحه انت يعني. سوري 2. اي 2 انا مقتنعه اصلا مطيني 0 عادي. راضيه؟ اي راضيه. من تشوفين اهم في الوطن العربي؟ اهم فنانه في الوطن العربي تشوفين الحين منو؟ اهم مغنيه بالوطن العربي؟ انت ليش يعني هالاسئله هاي؟ عشان ابي منك صراحه وابي اعرف رايك. لانه يعني كل وحده شايفه نفسها اهم فنانه بالوطن العربي. انت من تشوفين اهم فنانه بالوطن العربي؟ ما اعرف، كل وحده لها ستايلها، ما اقدر اقول لك منو. يعني كل وحده لها جمهور ولها ستايل. يمكن احلام في جو معين هي النجمه الاولى، هيفاء نوال. رايك يعني انت؟ الحش كله عن الفنانات خصوصا بيكون في التويستد كويز. رحمة، احنا وصلنا للفقرة الثالثة وايضا عندنا 5 اسئلة، الاسئلة هذه تحتاج منك الى صراحة. زين. اذا ما ذكرتي الاسماء وما كنتي حاضرة وسريعة البديهة تروح عليك الدرجات، واخر شيء تتم النسبة هني تعلق، وما نبي شيء يفشل يا رحمة. زين اوكي. من العراق ومن بغداد والبصرة ومشاهدينك ما شاء الله انا اعرف اي ادري بس مو على حساب لا شلون؟ اخذ درجة على حساب انه انا احكي اسامي ممكن تضرني يعني. انا لو جاي لك من اول ما طلعتي من ستار اكاديمي كان اللقاء لحد الحين يتحكون فيه. اي. السؤال الاول. اعترفي ب3 اغنيات تمنيتي انها كانت لك بدلا من المغنية اللي غنتها. وابتدى التايم. والله احتاجك انا. كنت راح تغنينها احسن؟ مو احسن بس كنت اتمناها يعني احبها هاي الاغنيه. ايه كنت راح تغنينها احسن من احنا. صح؟
تشوف. بعد واحدة ثانية. مشاعر. اوكي. والثالثة لنوال. لقيت روحي بعد ما انا لقيت. اوكي، تتوقعين ان انت لو الاغاني هذه كانت لك كنت راح تغنين احسن منهم ولا مو لا أحسن؟ لا مو احسن من عندي بس جدا. اوكي، جاوبتي بطريقه صريحه قبل انتهاء الوقت، يعني كان ودك ان اغنيه والله احتاجك لاحلام تكون لك، وايضا اغنيه مشاعر لشيرين، واغنيه لقيت روحي لنوال الكويتيه. نوقف التايم ونشوف الدرجه كم خذيتي. جاوبت بسرعه. 5. لا جاوبتي بصراحه. السؤال الثاني. اذكري اسماء 3 ألبومات للنجمه. منو النجمه؟ اليسا. ايه يلا ابتدى التايم. مرايتي ايش اسمه؟ قلنا ألبومات وليس اغاني. ألبومات. السيديات اللي موجوده بسيارتك. ما حطيت حق ولا احد؟ ولا احد. لسه غير. لسه دعمتك في البدايه صح؟ فنيا يعني ما دعمتك؟ لا. اذا قولي لي 3 ألبومات ما اعرف اساميهم فعلا ما اعرف. اذا قولي اغانيها. اجمل احساس، مرايتي. اجمل احساس، مرايتي. انا ابيش تقولين عشان يطلع يمكن صح باسماء ما ألبومات. حافظه. لا ما اعرف. هذا اخر البوم شو اسمه؟ شو اسمه اخر ألبوم؟ يلا. حب. ايه ما اعرف. حب شنو؟ شيء حب. الحب عباره عن شنو؟ حالة حب. شونك؟ اوكي 1. يلا باقي 10 ثواني. الالبوم الثاني. ما اعرف. الالبوم الثاني حق اليسا. في احد ما يعرف اغاني اليسا؟ تقول انا تبي لا انا ما احب الغش، احب ان انت بنفسك تجاوبين. خلينا نشوف الدرجه. 2. يعني انت ما غشيت بالمدرسه؟ لا عمري ما غشيت. انت غشيتي بالمدرسه؟ هوايه. خذيتي درجتين. عادي. نروح للسؤال الثالث. اذكري اسماء 3 مطربات عربيات حاليات تعتقدين بانهن سيخلدن في تاريخ الاغنيه العربيه. وابتدى التايم. يعني جدد هم؟ اي تعتقدين ان بعد سنوات راح يخلدون نفس الحين مثلا ام كلثوم، صباح، يعني موجودين. نوال الكويتيه. اوكي. دليل اغانيها لحد الان عايشه. نعم. وبرايك انها راح تظل اغانيها عايشه الى الابد. طبعا. احلام نوال واصاله. الكويتيه واحلام واصاله بهذا الترتيب. لا ما حكيت ترتيبيا. انا قاعده اقول ال3 هم راح بشكل عام. بشكل عام. اصاله واحلام ونوال الكويتيه، تشوفين ان هذيلا هم اهم 3 مطربات عربيات يعني راح تخلد اغانيهم. مو اهم. اذا قاعد تحكي يخلدون اغانيهم وفنهم، انا اعتقد هذول ال3. هذا دليل على اهميه. طبعا. اكيد مهمات يعني. نوقف التايم ونشوف الدرجه. رحمه، والله رحمه يعني في صراحه معنا للحين ما اشوف انه في اسئله محرجه. 5. نروح للسؤال الرابع. السؤال الرابع. عددي اسماء 3 مغنيات نجوميتهم تفوق موهبتهم الحقيقيه. وابتدى التايم. فهمتي السؤال؟ هم نجمات. ايه؟ بس موهبتهم اقل من مستوى النجوميه اللي هم محققينها. مغنيات هم؟ مغنيات اي. يعني حيل نجمات بس تشوفين ان موهبتهم اقل من نجوميتهم. ايش السؤال ده؟ بمراحل. يلا بسرعه باقي 40 ثانيه. ترى هذا رايك راح ما انت أعرف. صريحه وجريئه بلا تعرفين. صحيح بس لكن سؤال توريطي هذا. كذي قاعده تمر قدام عيونك كذي واحده ورا الثانيه. ايه قولي يلا. لا يعني يلا قولي يا رحمه. انا احبك وابي احبك زياده. انت تريد تطلع الحلقه نار وتورطني؟ ابي الفيو مال حلقتك يكون اعلى من كل كليباتك. يلا باقي 15 ثانيه. نبي نقعد انا معك ورا الشمس رحمه. ليش تريد تقعدني ورا الشمس؟ نتشمس تان. باقي 10 ثواني. يلا بسرعه. زين اسم 3 مغنيات نجوميتهم تفوق موهبتهم الحقيقيه. راح تاخذين 0. اخذ 0. 0. 0. خذيتي 0. اي. ترى انا اقول لك على شغله. ترى انا ما حددت لك اذا عربي ولا عالمي. كنت تقدرين تقولين عالمي. ما قلت لي. تقولين مثلا ليدي غاغا مثلا. عرفتي؟ بس انت ما صدتي السؤال.
فانت دائما تفكرين ان انا اعتقد على منافساتك. لا انت اللي يمرون قدامك كذي وما تقدرين منافساتي تقولين. ما عندي منافسات. اشكره التليفون مطلعته. اشكره منو دق عليك؟ لا ما حد والله. اوكي لا انا مو ملقوف عشان اعرف من اللي اتصل عليك. لا على فكره تدري اني ناسيه نفسي ان احنا قاعد نتصور، عندي طلعت التليفون وحطيته هنا وهيك قاعد. هذا شيء زين يعني انت مرتاحه جدا. اوكي نروح السؤال الخامس. السؤال الخامس، عددي اسماء 3 فنانات عراقيات اسأن الى صورة الفتاة العراقية من خلال اغنياتهم وكليباتهم. بكل صراحة يا رحمة. ولا واحدة. هذه فقرة الزلق. ولا واحدة جد، ولا واحدة. متأكدة؟ ايه كوني صريحة مع نفسك. متأكدة. فنانات يعني انت شفتهم؟ اكو فنانات انت ما تعرفهم، يمكن حتى اذا مشيت بالشارع عمرها ما تعرفها. ايه بس زين نغير من عراقيات الى فنانات عربيات؟ لا يعني انا شو علي بالعربيات؟ اذا تحكي عن عراقيات فعلا ماكو وحده يعني. زين في الوطن العربي اذا قلت لحد ايش درجة؟ شنو السؤال قلنا؟ يعني اسأنا الى صورة الفتاة العربية. بسرعة ما تخلين عيالك يشوفونك بالباتروم. هاي شو اسمها؟ ميريام كلينك. اوكي ميريام كلينك. اوكي بعد اسمين. اذا جاوبت نعطيها درجة. وهذه الثانية يلا بسرعة. مصرية. منو شو اسمها؟ شو اسمها؟ لا 3 2. لا خلي بس اياها، هاي والله اللي حضرتني الحين، اذا تنطرون علي شوي اطلع لك بعد سنين. اوكي قلنا ميريام كلينك. ايه و مروة. مروة اوكي. مروة اللبنانية. ايه ومنو بعد؟ ثالثة. بس هذول اللي يحضروني الحين. عموما حصلتي على 1. هاي شنو جاوبت على اسمين؟ لا اول شيء مو عراقيات، شغله ثانيه ميريام كلينك ومروه يعني ما راح يسبب لك وايد رياكشنات يعني ما يهمونك. لا بس إيه؟ العراقيات انت فعلا انت شفت وحده سوت شيء مو حلو حتى اني اجاوب على هالسؤال؟ زين انت ليش تساليني انا المذيع وانا السائل. بس ما يخالف انا قاعد اسالك هالسؤال، انت عمرك شفت يعني؟ ايش رايك نبدل كراسي؟ يلا. انت رحمه رياض صريحه وعفويه واحنا للحين ما زلنا في ذا كويز. جاهزه حق الفاينل كويز؟ يلا الاختبار النهائي من بعد البريك. آخر فقرة في ذا كويز لليوم في شهر رمضان ومعنا الجميلة العسل النجمة العراقية رحمة رياض. اسمك وايد حلو رحمة، في إنسانية. شكرا. أبويا سماني لولو. لولو؟ ما له علاقة. بعد هي هيك صارت أنا ايش علي؟ كل شيء عندك تناقض ها؟ يا جماعة ترى قالت لي تحت الهواء رحمة إن الفنانة اللي نجوميتها تفوق موهبتها. نروح للسؤال الأول. أيوه. في حال البحث عن اسم الفنانة رحمة رياض في محرك البحث العالمي، تختار عين كذي ما اقول محرك البحث العالمي جوجل، تظهر اسماء 3 فنانين في البحوث ذات الصلة. من هم اولئك الفنانين؟ بمعنى لما ندخل حق جوجل ونكتب اسم رحمة رياض تطلع اسماء لها صلة فيك، لها اعمال لها صلة، المفروض انت عارفة. رياض احمد. منو هي هذه الاسماء؟ ابتدى التايم. رياض احمد. ايه. منو بعد له علاقة او صلة فيك؟ سؤال بس من غير اسمي؟ ما له علاقة باسمك. ايه. والدي واختي. شو اسمها؟ نعمة رياض. اوكي. لا اللي قاعد تقولينه صح، انت قولي لي وانا اقول لك بعدين صح ولا غلط. لا لانه انا فعلا كل ما اسوي سيرش على نفسي، لان انا اسوي سيرش على نفسي اوكي يطلعوا لي هم الاثنين. لا بعد اسماء ثانيه. اسماء فنانين عرب يعني ولا عراقي؟ في بعد اسم، في اسم اليسا. في اسم، اعطيني اجابه اخيره. اليسا. يعني رياض احمد ونعمه. ايه. واليسا. هذه اجابتك؟ ايه. نثبت ولا تغيرين بعد؟ ترى مو صحيحه تماما. صدق؟ ايه. باقي 10 ثواني. ما اعرف بس خلصوا ونعم. انا هذا اللي اشوفه. اوكي. خلص التايم ونشوف الدرجه وراح اقول لك وراح تشوفين نفسك بعد الاسماء اللي تظهر. خذيتي درجتين
والاسماء اللي لها صله فيك وتظهر دائما في جوجل هي كالتالي، نشوفها مع بعض. رياض احمد الله يرحمه، هيثم يوسف، وشذى حسون. قولي لي علاقتك بالاسماء الثلاثه. طبعا الوالد الله يرحمه تكلمتي عنه كثير وما نبي نقلب المواجع. ايوه. اوكي. هيثم يوسف اكيد هو من اوائل الناس اللي امنوا بموهبتي، وانا وياه اشتغلنا اغنيه وطنيه لحد الان تنسمع بالعراق. اوكي. ارحموني يا عالم. اي. شذى حسون اكيد تربطني بها صداقه سابقه يعني. سابقه؟ اي. حاليا؟ ما يعني تعرف كل واحد انشغل صار بمكان يعني. ما في تواصل؟ لا. اخر مره شايفتها متى؟ من زمان. بس مو متهاوشه معاها؟ لا. شجعتي لما دخلتي حق ستار اكاديمي؟ ما تدري اصلا. بس الحين درت طبعا، شلون ما تدري؟ قصدك قبل لا افوت ولا بعد ما فتت؟ هي ما كانت تدري قبل لا تفوتين؟ ايه؟ وبعد ما دخلتي؟ لا ما صار اكو تواصل بيناتنا حتى تشجعني. اوكي. نروح حق السؤال الثاني. السؤال الثاني، السؤال الثاني رحمة أيضا له علاقة بجوجل. عند البحث عن اسم الفنانة رحمة رياض على محرك البحث العالمي جوجل تظهر أكثر 8 عمليات بحث ذات صلة، ذكري 3 منهم، بمعنى فانزك وجمهورك شنو يبي يعرف عن رحمة أو شنو يكتب عن رحمة؟ ممكن تقولي لي؟ أنت عارفة شكلك. يلا قولي. 50 ثانية. قولي عشان تاخذين 5 درجات. عن رحمة؟ يسوون سيرش؟ 40 إطلالة ثانية. رحمة؟ إطلالة رحمة؟ لا كلش لا. لا. عمري؟ يعني انت تقولين ان رحمه رياض عمرها؟ ايه. هم لا بس اوكي بعد. فضايح؟ نعم. فضايح؟ مع الاسف لا. الفانز مالتي يسوي؟ اي دائما يتابع شغلات معينه عندك. فساتيني شكلي ما اعرف. كله غلط. ما كله أعرف. غلط، باقي 10 ثواني. يلا. ساعدني يعني ما يصير هيك صالح. قاعد اقول لك غلط. يعني قولي اسماء اغانيك مثلا. ها اغاني. مو شرط الاغاني. مو شرط الاغاني. مو كل الاغاني، مواضيع معينه الحين اقول لك. حصلتي على 0 يا رحمه من خلال هذه او هذا السؤال. وهو اسئله عني وما دا اعرف، شفت حتى أي. تعرف. يحطون خلينا نشوف على الهواء. يمكن مو مبين عدل، انا اقول لك رحمه رياض بوسه. اغاني. اوكي. رحمه رياض الله كريم. اغنيتي. رحمه رياض الا قل لهم. اغنيتي. رحمه رياض وزوجها. منو زوجي؟ ما ادري ساليهم. انت معاهم تنيازون. منو زوجي؟ هم يعني يتخيلون ان انت متزوجه فيكتمون كذي. اوكي. رحمه رياض ستار اكاديمي. رحمه رياض ومحمد رمضان. رحمه رياض انستغرام. رحمه رياض عنودي. عنودي هم اغنيتي، يعني لو قايله 3 اغاني مالتي هم كان اخذت انت 5. ما عرفتي. قلت لي قلت لك قلت اغاني. اغاني بعدين ما انت اغانيك ناسيتهم. يعني شو اسوي لك؟ شلون اقدر اساعدك؟ انا اساعدك اني اجاوب عنك. هذا الشيء الوحيد اللي انا ممكن اسويه، لا تعتقدين ان انا ما قاعد اساعدك. حبيت هاي رحمه وزوجها. من شلون؟ زوجها؟ ما في زوج. ماكو. ان شاء الله يجي. ان شاء الله. تتخيلينه على حصان ابيض ولا سياره اخر موديل؟ لا حصان ابيض منو صار يركب حصان ابيض بعد؟ اكيد سياره. اي لان اول الفتيات كلها يعني تتخيلون احلام سندريلا لان قبل ما كان عندهم سيارات. اي فالحين انت سياره اخر موديل. نروح السؤال الثالث. مو شرط اخر موديل بس بسياره. لازم سياره. السؤال الثالث. ما هي أكثر 5 مقاطع فيديو مشاهدة لك على موقع اليوتيوب؟ وابتدى التايم وابتدى العد. عنودي. اوكي اعطيني. عنودي. اياهم. عنودي اوكي. 10 مليون اعتقد او إيه. 11. يلا قبل انتهاء الوقت. يلا. في اغنيه ثانيه الي يمكن. اي قولي. اكثر مقاطع لك مشاهده على موقع اليوتيوب. الا قل لهم. إيه اوكي. احنا حاطين 5 احنا. واحده من ستار اكاديمي اكيد. فيديو من ستار اكاديمي. فيديو من ستار اكاديمي بعد نبي 2. بعد 2 5. كل سؤال على درجة. مشكلة رحمة مع اليسا اعتقد. مشكلة رحمة مع اليسا اوكي. لا ها. بعد 5.
ما أعرف. يلا باقي 10 ثواني. ولقائي وياكم؟ وياك؟ لا ما ادري. والله جايب نسبة حلوة. إيه. ما أعرف. بس مو شرط يكون من التوب 5. لا مو شرط. انتهى التايم والدرجة اتوقع 3 اتوقع 2. شنو هاي؟ ليش هالظلم؟ انت قلتي غلط. رحمه رياض. هو انا اقول لك رحمه رياض عنودي 10 ملايين مشاهده هي النمبر 1. بعدين الثانيه رحمه رياض بوسه 4.6 ملايين مشاهده. ها أغانيه. هذول الناس اللي يبونه، هذا دليل على ان انت مأثره عليهم بصراحه. Thank you. بعدين رحمه رياض الله كريم 1.5 مليون. بعدين رحمه رياض الا قل لهم ايضا 1.5 مليون. بعدين رحمه رياض كليب اغنيه تخلصنا 1.2 مليون مشاهده، يعني 1,200,000. راح أقول لك بس حتى نوضح شغلة. عنودي وبوسة نزلوا بوقت أنا عندي شانل رسمية على يوتيوب. حرامات الباقين اللي ذكرتهم كانوا متوزعين على هواي قنوات. رجعنا مسحناهم ونزلناهم عندي في القناة، على مود هيك تلاقي مشاهدتهم ضعيفة، ولا هم أول ما نزلوا كانت عالية. بس هم ترى عاليه. إيه عنودي اول أقصد وحده. الله كريم. ايه وبوسه إلا قل عاليه. لهم. زين اسمها غريب بوسه، ما تحسين ان الكلمه شوي جريئه؟ وانت كنتي تبين الجرأه هذه عشان تزيد نسبه شنو بيها المشاهدة؟ الجريئة بوسة يعني؟ بوسة. بعد تبوس طفل، تبوس أمك، تبوس أختك، تبوس أخوك. الشعب يعني يفهم دائما البوسه بشكل مختلف، صح؟ ممكن. انت عارفه هالشيء. أي نروح حق السؤال الرابع. يلا. السؤال الرابع. متى وأين قلت المانشيت التالي؟ الأغنية العراقية لم تأخذ مكانها بعد على الساحة الفنية. هاي من زمان أكيد. أوكي من زمان. أي سنة؟ وأي جريدة؟ جريدة ولا مجلة؟ جريدة. جريدة كويتية. أي. إيش اسمها؟ يلا. مع حامد. لا. لا. اللي كتبت الخبر صحفية. زين أي سنة؟ أول ما طلعت من البرنامج 2011 2011. اختاري سنة عشان نثبت الإجابة. 2011 أوكي. أو 2010، نهاية 2010. لا اختاري. 2011. متأكدة؟ إيه. أي جريدة؟ ما أعرف. الرعاية؟ ما أعرف. لا. الوطن؟ لا. شنو عندكم بعد جرايد؟ يلا قاعدة يقول لي. ها؟ قاعدين معك باقي 10 ثواني. شنو؟ سهل جدا اسمها قاعد اقولها انا. اي جريدة؟ كان قلته. الاي كيو عندك وايد تعبان. جريدة؟ اوكي جريدة الجريدة. اي. اي سنة؟ 2011. منو كتبت الخبر؟ ما اعرفه. اوكي نشوف الدرجة. كم الدرجة؟ 2. والله انا اشوف لا 0 حول بصراحة. الله. لا انا اشوف 0 لانك قلتي بس جريدة الجريدة وعدى الوقت وهو بسبتمبر 2013 مو 2011. واللي كتبت الخبر غنوة دريان. غنوة هاي ويانا كانت بالشركة. ايه شفتي؟ كاهو الخبر. اوكي. الاغنيه العراقيه صدق كنت شايفه ان هي مو ماخذه مكانتها؟ ما تعتقد ان الاغنيه العراقيه دائما مميزه وموجوده حالياً. على الساحه؟ كل الفنانين الخليجيين طول عمرهم يغنون عراقي. شو وقت هذا؟ بالتسعينات بال2000. شو وقت؟ يعني مو صح هذا الكلام. حاليا نعم. حاليا ابتدوا خلاص. مسيطرين. رحمه شنو اللي ناقصك انك تكونين انت نجمه ما شاء الله عليك وما في خلاف عليه، بس تكونين نجمه صف اول، يعني اللي هو موجوده في كل المهرجانات، سيديات ما توقفين وانت فيك كامل المواصفات، شكل، ستايل، غنى، صوت. شنو السبب؟ السبب تأخيري. انت مشكله فيك يعني؟ تاخيرك في شنو؟ تأخيري اني لازم يحتاج لي ألبوم. يعني انا صار لي هوايه مبلشه، ما عندي ولا ألبوم، يحتاج لي ألبومات. دعم. يعني الدعم وحدي اني ما اقدر احارب وحدي، يعني لازم اكو وياي مجموعه تحارب وياي، مو بس اني ما اقدر، صعب. بالبدايات حاولت وحدي بس كلش تعبت يعني. اوكي. بس حاليا ان شاء الله الخطط القادمه حتكون مدروسه طبعا، وتخليك في بس مصاف. اسمع، بس وصلنا هذه المرحله سوي وياي لقاء وانا أخاف اقول ما لك تردين الاسامي علينا. منو اللي انت تريدها. اخاف ما تردين علينا. شوف، ما جاوبتك على الاسئله السابقه مش ضعفا، لكن اني بغنى عن المشاكل. انا انسانه مالي مزاجة عارف. اذا تقدرين تكفرين عن ذنبك هذا وعن الضعف اللي انت الناس مو ضعف، تفكرينه. قلت لك مو ضعف. خلاص لا انا اشوفه ضعف.
اذا انت تقدرين انت كلش مستفز. اذا تقدرين الحين تكفرين عن ذنبك وتجاوبين. وراح تعطوني علامه؟ ها؟ راح تعطوني علامه؟ اي نعطيك علامه. اسالهم خف يكذبون علي. والله ولا علامه تقنعك انك تسبب لك مشاكل. نروح حق السؤال الخامس والاخير لحلقه اليوم. طبعا. حاولي ترفعين درجتك. يلا. السؤال الخامس. اعترفي ب3 اغنيات ندمتي على اختيارهم. أغاني؟ ايه. هو كم اغنيه عندي؟ شو اخترعتي؟ لانه حلوين كلهم. انزين. اي بلا في اتذكر. في نبي 3 احنا ترى. عندي 2 ما احبهم. يلا. عندي وحده اسمها مع انه الناس تحبها. ايه. يجي لك يوم. ايه. ووحده اغنيه قديمه سجلتها بالبحرين اسمها شنو؟ اسمها آه باقي 30 ثانية. يا الله نسيت. شوف تخيل ناسي اسمها. انت تخيل من كثر ما تحبينها. بكثر ما. يلا. اغنيه هيك كلاسيك. اناني اناني اناني. اناني. اوكي هذول الاغنيتين. في ثالثة؟ ثالثه يا رحمه. يلا المطار ينطر. شنو هي قلت لي الندمانه عليهم؟ ايه. يلا باقي 10 ثواني عندك. وفي اغنيه حلوه انا احبها كلش بس ما اخذت حقها. كان المفروض يمكن ما تنزل بهذا الوقت. مو غلطتها. جاوبت على اغانيها. احنا عاد شعراء وملحنين الاغنيه يمكن ما يحبون اللي انت قلتيه. ما قلت شيء غلط. مو عاجبينك. ما قلت مو عاجبيني. ندمتي عليهم. ندمت على الاول 2. اوكي. الثالثه مو غلطته. حرام. درجه 4 من 5. يا ريتني ما علشان حاكي. التايم. مع ان ترى هي جاوبت قبل التايم. كان احمر بس. منو قاعد يحط العلامات؟ هم فوق يقررون كلهم. خوش دليني عليهم بس نخلص. بس تخلصين تصعدين لهم اوكي وانا اطلع. بس الطياره يا رحمه. رحمه شرفتينا. انتهى ذا كويز لليوم. خلص الاختبار. انا وايد تشرفت بوجودك. انا اكثر. وادري انك جيتي بسرعه. وانا لو اعرف انه يعني فعلا كنت اتمنى ما يكون عندي طياره. ايه كان قعدت زياده. كان قعدت زياده. اسئلتكم كانت كلش حلوه بغض النظر عن انه في اسئله كانت يحتاج لها جراءه. ايه. قولي مين الفنانه اللي نجوميتها اقل من موهبتها اقل من نجوميتها؟ اني. لا ها؟ لا اكيد. انت موهبتك اقوى من نجوميتك ما شاء الله. سلمك يا رب. ايه موهبتك تحتاج انك تكونين وايد انجح. يعني مثلا تلاقي هيفا كمغنيه موهبتها اقل من نجوميتها بس هيفا كممثله جباره. بعد خلاص. اوكي كم تتوقعين نسبتك؟ 74. اعلى شيء خذيتيه كان بفقره التالنت كويز اللي هو موهبتك. هذه نسبتك؟ نعم. اي والله. 55. ده ظلم على فكره. ماخذه 10 بالفاينل كويز. صح؟ لا واول امتحان ماخذه 10 من 25. الاي كيو بعد جاوبتها. بس ترى هذه محسوبه عدل صدق يعني. هذه اجاباتك. في كم سؤال ما جاوبتي عليهم 55. ده ظلم. زين ترى في احسن من كم احد يعني. في عندك 50 52 في 45. يعني انت زين. خلينا ناخذ 55. يعني انت تحبين الخمسات. انا قلت لك 50% اي قلتي 50 فاخذت 55. كل عام وانت بخير وبارك عليك الشهر. احنا بس في جفت بسيط مقدم من اداره البرنامج اذا ممكن بس احد يجيب لي اياه على اساس ان نقدمه لك اليوم وهو مو قدرك يا رحمه في ان انت اليوم تكونين معنا في برنامج ذا كويز وفي انك شرفتينا وباقي شوي على طيارتك. اذا ممكن بس ثانك يو. والقفت الثاني بعد لو سمحت. زين هيك احرجتوني. انا كل شيء ما جبت. لا هذا شيء بسيط جدا اذا ممكن تبطلينه. والله انا كل شيء ما جبت. هذه من جوري سبا. شكرا. ابطلها؟ اي بطليها واقري الكرت اللي داخلها. هذه من جوري سبا. اصلا انا احب افتح الهديه راسا. اوكي وهي مو قدرك. نرجع نقول مره ثانيه. هي من الاستاذه جوري المطيري. حياتي جوري. ثانك يو جوري. بطلي الكرت شنو مكتوب فيه؟ من فوق. ميك اب. لا قبل الهديه. اوكي سوري ماكو هي هاي. لا بطلي الكرت هذا. اي شنو مكتوب لك حبي وشنو؟ لأن حبك وتقديرك تملكني فإليك أهدي ميك اب زائد تسريحة مساج ملكي بالشموع باديكير
ومانيكير بالشنو هذه؟ ما تعرفين تقرين؟ لا تغشمر. بالشنو؟ الحين تقوم تطقني ميك اب وتسريحه ومساج ريلاكس بالشموع بدكير مناكير بالكابتشينو. بالكابتشينو اشياء غريبه. هو اني هاي استغربتها يعني. معهد وصالون جوري سبا لتجميل السيدات. شكرا يا جميله، تفضلي الكرت. ايضا بزيارتك القادمه للكويت مجموعه شاليهات شاليهنا يقدموا لك شاليه في لمده 3-4 ايام، تروحين على البحر وتان، وترى العرض صالح الى الابد طول العمر. يعني اي مره تجي الكويت العرض هذا موجود من شاليهنا. لك هديه مني بس اجي. ما اسمع. لك هديه مني بس اجي ان شاء الله. والله لانه ما يصير هيك انت تهدينا. لا لحظه، ما فهمتك. وجودك تجين برامجي احلى هديه. ما اريد هدايا. انا اريد تجين واتحاور معك تكونين جريئه. انت انسان مميز تستاهل النجاح والله، مش مجامله. الله يسلمك. شكرا لدعوتكم الي ولقناتكم ولتعبكم وياي وللاعداد الجميل. ثانك يو، واتمنى انها تكون حلقه حلوه وخفيفه. اكيد حلوه وخفيفه بوجودك يا احلى رحمه. انا وايد احبك وانتي نجمه وتستحقين ان تكوني الاولى ان شاء الله. لازم المره الجايه في البوم غنائي ان شاء الله ومهرجان، وابيك تكونين مغروره. مغروره؟ ما حيصيرون مغرورين عشان دليل النجوميه. عموما رحمه الله يحفظك، تروحين ترجعين بالسلامه، ونبيك تقعدين عندنا بالكويت لاطول مده ممكنه ان شاء الله. تحياتي للاهل. سلمك. ليله سعيده. باي باي.